شو هالشعرات الحلوين هون؟ ميرسي. شو هاللوك كل مرة لوك؟ شو محضر هلا؟ مش قصة لوك والله، هيك تغيير شكل. أنا بمل من حالي، بغير كل فترة. أنت ملول؟ إيه بمل من شكلي كل شوي بغير حسب مودي. تمل من حدا؟ هلا مودي شعر طويل، ما بعرف بكره شو ما بعرف. ما بتعرف. بدي اقول لك مبروك، جاي انت من دبي من تكريم رائع، ضيافه ومثل دايما بقول لك انا شهادتي دايما فيك مجروحه. ما بعرف احكي عنك انا من دون ما احكي عن الاصل والاصاله والاخلاق والاحترام. ما في يعني مستحيل. والله تسلم. تحكي بطيبتك وباصلك. انت مش اول مره بكندا؟ لا بس لك صار لي هي الثالثة أو الرابعة ما بعرف، بس صار لي الرابعة. أنت أدرى، المصور أدرى. كم حفلة صور؟ الرابعة بس. صرنا سنتين بهالكورونا، اشتقنا للناس، اشتقنا للسفر. شو بدك تقول لي الجمهور المغترب شو ميزته عن الجمهور الآخر اللي بتلتقيه؟ مليكي الناس المحبة وين ما كانت محبة، بس هون لأنه بعاد فبتحسي هيك في شوق أكتر، في زخم أكتر بالحفلة. بس المحبين وين ما كان الحمد لله عم نلاقي أصداء ممتازة وين ما كان، نشكر رب. أنا محملة بكتير من الأسئلة ونحن هلا في الباك ستيج قبل حفلتك، جرب هيك كرهم بكتير سرعة. تفضل. عم نحكي عن الجمهور المغترب وهيدا البلد يعني كندا يعني استقبل الكثير من السوريين بوقت الحرب. نعم. مثل لبنان، مثل فلسطين، مثل الأردن، ما حدا بيترك بلده إلا بسبب قوي. شفتك عملت مهرجان بطير العقل بحلب والشام. نعم. الشام وفنانين كمان غيرك من كبار الفنانين غنوا. عادة المهرجانات دليل حياة، دليل فرح، دليل حركة. فشو بتقول لجمهورك السوري الموجود هون تحديدا؟ لأهلنا بسوريا، أهلنا ليكي بصراحة بتقول لهم يرجعوا. ليكي الشعب السوري بالأخير ما لنا غير بلدنا، بس الشعب السوري أنت هلا قلتي دليل حياة ودليل فرح. الشعب السوري يعني بكل صراحة ما بيعرف يموت. نحن شعب الحياة وشعب الفرح وشعب الفن وشعب الذوق والأخلاق والطيبة. بمر الحياة طلعات ونزلات، بتمر أيام على شعوب معينة وعلى بلدان معينة أوقات صعبة، بس ما بتعكس المضمون الكبير الموجود بقلب البلد. الناس مضمونها ممتاز، الناس عم بحكي بسوريا لأنه بلدي. نحن شعب جبار والله، غير انه جبار، اصلنا طيب. السوري طيب ومحب وبحب الحياة. بتشجعهم يرجعوا؟ انا ما فيني شجع سوري. نحن السوريين كلنا مع بعض ما بنترك بلدنا، ما تركناها لنشجع بعض نرجع. بلدنا ما بتطلع منا، نحن شعب خلقنا هويتنا وهوانا سوري، والظروف اللي مرت علينا بتخلي الواحد يطلع شوي ويرجع شوي، بس ما حدا ترك. ما بتخيل في مواطن سوري ترك 100%. الشعب السوري خطر ببالي شام البكور امبارح، فرح قلب فرحت قلب السوريين ورفعت لنا معنويات، فوس عيونها او هيك. شفتك كمان هنيتها 7 سنين. مش انا الكل، بتخيل كل مواطن عربي وسوري تحديدا وعربي بشكل عام. تابعة اكثر عم شوف. صدق او لا تصدق ذكرتني فيك. عارف وقتها يجي هيك فرحة تجيك، هيك ضوء يجيك ويكون انت معبأ. يعني هلا العالم كله معبأ مش بس الوطن العربي والله. يجيك ضوء كتير حلو وانت بوقتها نصيف، وقتها اخذت اللقب. عملت فرحة منقطعة الحمد لله. الحمد لله لسوريا، للشباب الجديد. الحمد لله. ليكي هلا انا على الصعيد الفني خليني اقول الشام، على الصعيد الثقافي والعلمي أنا لا أتقارن فيها صراحة. أتخيل الفرحة إيه، بس أتخيل عندها كم من الثقافة لعمرها. زي ما نعمل موازنة اسم الله عليها، سابقة عمرها وعصرها وزمانها، بنشوف حالنا فيها. هيدي البذرة السورية الواعية اللي بنشاف فيها الحال. اي والله هاي كمان يعني هلا ايش بدك فيني. الله هلا ايامها، هلا وقتها بنتمنى لها كل الخير، بنشوف حالنا فيها ان شاء الله يا رب. هيك يكون عنا وعنا صراحة، بس يكون عنا الضوء على
مليون بعد على مليونين او 23 مليون مثل شام. ان شاء الله. حدث جايين، اول شيء نحن جايين على ميلاد، جايين على سنه جديده، بنعيد الناس بالخير يا رب هيك هالسنه. 2022 شو اسوء ما كان فيها وشو اجمل ما كان فيها؟ سيء ما بحب احكي بالسيء، الجميل الصحه. انا على الصعيد الشخصي خليني احكي، ما كثير بحب اشمل. على الصعيد الشخصي الصحه بخير، اهلي بخير، انا بخير. المونديال الذي تستقبله هذا البلد العظيم كمان. فانت رياضي؟ انا رياضي بيني وبين نفسي. ايه بتلعب فوتبول؟ لا ما بلعب ابدا. بركض، بحافظ على بس هيك الشيء تبعي. طيب مين بشجع بهذا المونديال؟ هيك صدقيني انا مالي بالفوتبول، بس بكل صراحه لانه المستضيف بلد عربي، بتمنى لاي بلد عربي متاهل يعني على المونديال يلاقي النجاح. حلنا بقى شي مره من المرات هيك شي بلد عربي ياخذها. يعني بتمنى حدا بلد عربي ياخذها انترناشونالي كمان. مشكلتي انا دائما بموضوع الرياضه ما بعرف اخذ موضوع عاطفي، بتعاطف مع الهولنديه، دائما بيوصلوا تقريبا على الفاينل ما بيربحوا. فتحت هيك للناس يسالوا اسئله مباشره لنصيف يا لطيف، شو هالفتحه اللي فتحتها على حالي يا خي بدنا ننام خلص سكرنا. على السريع على السريع على السريع، عندك كثير اجا مسجز من الجزائر ويسالونك متى الجزائر؟ والله يا الله يعني ليكي ضل في عندي تقريبا بلدين 3 بلدان 3 عرب ما زرتهم. ان شاء الله يا رب يكون منهم الجزائر. السنه ما فينا، ان شاء الله يا رب على 2023 انا اتشرف اني ازور الجزائر. العراق كمان الكل عم يسال. العراق هالسنه مرينا على العراق، مرينا على اربيل. ان شاء الله يا رب كمان السنه الجايه في بغداد باذن الرب. لكن انا في عم تحكيني على بلدان في بيننا وبينهم بلشوا على المسرح. في بيننا وبينهم محبه واخوه. الشعب العراقي اخواتنا واهلنا وناسنا، والجزائريه بيرفعوا الراس. بتمنى ازور الجزائر يا ريت. بتمنى. كنت متمنيه بعد احكي اكثر، لكن انك مدعو الى المسرح. بحبك كثير، فخوره فيك كثير، وان شاء الله عن جد مثل ما عم بسمع نفرح منك بالقريب. يا رب يا رب يا رب. الله يخليك. رفعنا راسنا وكبرنا قلبنا. بس اوف لك الليله. ثانك يو. شكرا لذوقك. شكرا.